تستحمي بالفيرمونات. اول ما بنشوف كلمه فيرمونات بنفتكر العطور الجذابه اللي العرايس دايما بتحب تجيبها قبل الجواز، دي اللي بتخلي ريحتك جذابه جدا. ولو قلتلك ان انت ممكن تستحمي بالفيرمونات دي، جبتلك السر اللذيذ الخطير ده اللي انت لما تجربيه مش هتبطليه. شاور بالصابونه حاجه تانية، ما بالك بقى صابونه فيها فيرمونات، حاجه كده مش طبيعيه. واول ما استخدمتها على طول طلبت واحده تانية عشان ما تخلصش ابدا من عندي. دي شكل اللي انا بستخدمها، ودي الجديده اللي انا فتحتها بس عشان اوريها لك. صابونه ماريليا باريس. بصي اصلا شكلها عامل ازاي والباكجينج عامل ازاي، تتاكل. ريحتها تجنن. اول مره اشوف صابونه في حياتي ريحتها بتثبت على الجلد، فيها مسك وعنبر وكوكونات اويل وشيا، وكمان مواد تساعد على تقشير الجلد. من اكتر الاختراعات اللي انا بعشقها واللي بتنجز معايا جدا جدا هي الصابونه اللي معاها الليفه بتاعتها. رغوه تحفه وبتقشر الجسم، بتخلي الجسم حرفيا سكويكي كلين، تفضل ريحتها ثابته على الجلد، بتديكي كده اكسبيرينس روعه في الشاور بتاعك من نظافه وريحه وكمان اكسفوليشن. فلو انت في روتين تفتيح الجسم دي عايزه اقول لك هتنقذك. انتوا عارفين ان انا بعشق الصابون ودايما بطلع اكلمكم على الصابون، فالصابونه دي يعني عايزه اقول لكم انها احلى صابونه استخدمتها في حياتي، وهتقعد معاكي كتير جدا ما تقلقيش. بتنظف الجسم وبتعطر الجلد وبتقشر كمان الجلد، فهتساعدك على توحيد لون بشرتك. احلى صابونه في 2025، اكسبيرينس روعه، هاتيها مش هتندمي.